السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. كل أنحاء العالم الكروي على حين غرة في ليلة متناقضة بين سعادة غامرة للأرجنتين بفوز تاريخي غير مسبوق على البرازيل في تصفيات كأس العالم، ومشاعر غضب استمرت بسبب اشتباكات الجماهير التي كادت تلغي المباراة قبل أن تبدأ. خرج ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين وفجر المفاجأة الأكبر بتلميح واضح للرحيل، لتطفو على السطح أسرار صادمة لا يمكن تخيلها في منتخب فاز قبل عام بالجائزة الأكبر على الإطلاق. سكت سكالوني طويلا وتحمل مهازل لا تصدق قبل أن يعلنها صراحة: طفح الكي. فماذا حدث ودمر كل الأجواء السعيدة التي كانت تظهر للخارج دائما في منتخب الأرجنتين؟ ولماذا تحول الرجل الهادئ فجأة وكشر أخيرا عن أنيابه؟ وهل سيرحل سكالوني حقا أم كان هذا مجرد تهديد؟ الإجابة في هذا الفيديو. جذور المشكلة تبدأ حتى قبل وصول سكالوني إلى قيادة منتخب الأرجنتين، فالنجاحات الأخيرة لم تفعل شيئا سوى إخفاء حقيقة الأوضاع الداخلية المزرية لبعض الوقت. اتحاد حكمه رجل واحد يدعى خولير جروندونا منذ 1979 وحتى وفاته عام 2014. خليفته لويس سيجورا أجبر على الاستقالة بعد عامين فقط في المنصب بسبب اتهامات بالاحتيال، ليظهر بطل القصة الحالي كلاوديو تابيا الذي صار رئيسا في 2017، وكان أول قراراته إقالة المدرب إدغاردو باوزا وتعيين خورخي سامباولي ومساعده ليونيل سكالوني. وبعد مهزلة مونديال 2018 رحل سامباولي وتولى سكالوني المهمة مؤقتا. والحقيقة أن قرار استمرار سكالوني حتى كوبا أمريكا 2019 لم يكن بدافع الإيمان بقدراته، بل بسبب فشل تابيا في إقناع أي مدرب من أصحاب الاسم والخبرة. وصارت قيادة الأرجنتين مهمة لا يريدها أحد لنفس الأسباب التي يشكو منها سكالوني الآن. نعرف جميعا أن سكالوني حقق نجاحات لم يتوقعها أحد حتى صار المدرب الدائم، ولكن ما لم نكن نعرفه هو كم الطاقة التي استهلكها ليتحدى كل الظروف. هل تصدق أن الجهاز الفني واللاعبين في منتخب فائز بكأس العالم يعانون من قلة الدعم المادي واللوجستي لدرجة أنهم ينظمون التدريبات بنفسهم دون مساعدة؟ هذا تحديدا ما أراد سكالوني كشفه حين قال: استمرار الفوز هنا صعب ويتطلب طاقة بلا نهاية. فالجهاز الفني اشتكى صراحة في الاجتماعات الداخلية من غياب الدعم والمساندة وسوء التنظيم، فبينما يجب على الاتحاد الأرجنتيني أن يوفر لهم بيئة هادفة ليواصلوا النجاحات والانتصارات، يجد الجهاز الفني نفسه مضطرا لتحمل أعباء إضافية لا وجود لها في أي منتخب كبير. أما الصاعقة الأكبر فهي أن الأرجنتين حصلت على 42 مليون دولار بعد التتويج بكأس العالم، ولكن الجهاز الفني الذي حقق هذا الإنجاز لم يحصل على مكافآت المونديال حتى الآن. سكالوني لم يعد قادرا على التحمل، وهذه هي الحقيقة الواضحة، ولكنه لا يريد الرحيل، بل يضغط للمرة الأخيرة على تابيا ورجاله لإصلاح الأوضاع. فهل سيتحرك الاتحاد الأرجنتيني ويحافظ على بطله قبل أن ينفذ تهديد